مش نراعي بعض، بس برضه انا مش هقعد بقى استأذن واشوف مين اللي منشره ومين اللي حاطه حاجتها، مش هينفع يعني. السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما اروح الحق الغسيل هيتبهدل. ربنا يستر. الغسيل هضطر اغسله تاني من الاول. لا حول ولا قوة الا بالله، ما اطلع لها. ايه ده؟ مين اللي جه؟ ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. تعالي يا منى اتفضلي. شكرا يا زوزو. عامله ايه يا زوزو؟ الحمد لله. زوزو بصي، انا جايه جري من الشارع، طلعت لقيت الغسيل بتاعي متبهدل. انت منفضه عليه سجاد، انا شايفاكي من الشارع تحت، انا طالعه بجري. لا ما لحقتش الغسيل. ما نفضتهاش، دي كانت على السور اصلا كنت بدخلها. انا شايفاكي بقول لك والغسيل. طب خبطي عليا، قولي للعيال، اتصلي بيا في التليفون، هقول للعيال يدخلوا الغسيل. ان دي مش طريقه يا زوزو. يا منى ما انت ما بتبقيش موجوده طول الوقت في الشغل، وانا ببقى عايزه انفض حاجتي، هفضل مستنياكي؟ معلش اتصلي بيا، انا هخلي العيال تدخل الحاجه، بس ما ينفعش كده، احنا جيران يا زوزو، نراعي بعض. ماشي نراعي بعض، بس برضه انا مش هقعد بقى استأذن واشوف مين اللي منشره ومين اللي حاطه حاجتها، مش هينفع يعني. طب انا اعمل ايه المفروض يعني؟ ما نشرش حاجتي، ما اشوفش حالي؟ خلاص يا منى، بعد كده هبقى اخد بالي. ماشي يا زوزو، ماشي، شكرا. العفو. افضل بقى كل شويه ادور مين منشر ومين عامل حاجات على البلكونه؟ لا انا عايزه اخلص حاجتي برضه بتاعت بيتي. يا حره بقى، انا ولا هقول ولا عيد. يعني ما كنتش قادره والله، لازم اجيب السلالم من فوق كده، ما كنتش اكنس كده يتبهدل لي السلم بتاعي. ايه ده؟ ايوه عليكي يا زوزو، كل ده تراب سايبهولي، وكمان بتبيع قطط. احي لا لا لا، الموضوع كده ما يسكتش عليه يا زوزو، حرام عليكي والله العظيم. انا مش عارفه اقول لك ايه واعد لك ايه، بس يا ربي ايه القرف اللي انا فيه ده. طب اعمل ايه يا ربي؟ احل الموضوع ازاي؟ اكسبها ازاي؟ انا جات لي فكره، انا هحل الموضوع بطريقتي. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه زوزو عامله ايه؟ الحمد لله. من في ايه؟ ممكن ادخل؟ نفضتش حاجه النهارده. لا ما مش جايه اتكلم في موضوع تنفيذ ده، ممكن ادخل؟ اه طبعا اتفضلي. كل سنه وانت طيبه الاول، بمناسبه مولد النبوي الشريف. وانت طيبه. من سنه وانت طيبه يا حبيبتي، اتفضلي. شكرا يا زوزو. ليه كلفتي نفسك كده؟ طيب لا دي حاجه بسيطه والله. شكرا تسلمي. لا والله ما فيش حاجه يا زوزو، بس انا عايزه اتكلم معاكي في موضوع، وانا مش عارفه يعني، مش عارفه هتتقبلي مني الكلام ولا لا. لا عادي اتكلمي اتفضلي. بصي، اولا الرسول وصانا على 7 جور. والسلام. يعني انا مش عايزه ان يبقى في بينا خلاف ومشاكل وكده، احنا جيران مع بعض، وبنتك صاحبه بنتي، ويعني بصي الجار يعني ليه حق على جاره، صح ولا لا؟ ايوه صح يا منى. طيب انا الاقي الغسيل متبهدل على طول وانت ما بتتصليش، وكلمتك وبرده ما فيش فايده فيكي وسكت. اكنس السلم الاقي رماني التراب بتاع بيتك ونازل لي على سلمي، ومش تراب بس، لا التراب وكمان بتبيع القطط. طب انا مالي؟ انت بتربي قطط، بتاكلي قطط، انا ماليش ذنب يا زوزو. البنت الصغيره يا منى اللي كانت بتكنس السلم، تلاقيها هي اللي سابت التراب، هي اللي بتعمل العمله دي على طول. ماشي يا زوزو، ماشي، تقولي لها تخلي بالها، يا بنتك مش صغيره، بنتك داخله في 14 سنه، تخلي بالها، ولازم تفهميها حق الجار على الجار. يا زوزو انا اقرب لك من اهلك ومن جوزك، لو بعد الشر حصل لك حاجه، جوزك في الشغل واهلك بعيد، انا اللي هلحقك، ونفس الكلام لو حصل معايا، صح ولا لا؟ ايوه. هتجيبي جوزك منين اللي في اخر الدنيا واهلك اللي في اخر الدنيا؟ انا هتتصلي عليا هجيلك، ونفس الكلام، فخلي في بينا ود، بلاش يبقى في عداوه ومشاكل على حاجات المفروض ان هي اصلا مش، ما ينفعش ان انا اصول افهمها لك، انت المفروض تكوني فاهماها. حطي نفسك مكاني، انت ترضي حد يعمل فيكي كده؟ صح يا منى، انت عندك حق، حقك عليا والله، ما تزعليش، انا غلطانه فعلا وغلطت في حقك، ما تزعليش، حقك عليا يا منى. والله يا زوزو بصي، انا مبسوطه ان انت حسيتي ان انت غلطتي وبدون اي مشاكل بينا، فاهمه؟ ده اللي مفرحني، ان احنا ما نقفش لبعض، ما ينفعش يعني. أيوة احنا صح. كمان قدوه لاولادنا، ما ينفعش نقعد نزعق، وانا ازعق وانت تزعقي وكلمه من هنا، خلينا احنا جيران، فاهمه؟ وكفايه اصلا ان انت قدرتيني وجيتي لي لحد البيت كده وتكلمي معايا بالحسنى، ما فيش حد بيعمل كده اصلا. لا يا حبيبتي ما فيش حاجه، احنا جيران وجيران لبعضيها، وربنا يديم المعروف بينا يا رب. امين يا رب. انا هتوكل على الله بقى، انزل اشوف اللي ورايا. اجيب حاجه تشربيها عشان يا بنتي بعدين وقت تاني. لا لا اقعدي بس.
ماشي يا زوزو، تسلمي. ربنا يهدي الحال يا رب ويهديك يا زوزو.